مصر العربية من القاهرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. رؤية درامية وحوار فايز رشوان. إخراج علي عبد العال. الأستاذ صالح المشيري يا ترى فين؟ ما هو برضه اتقبض عليه من كام يوم، ما كانش معاكم في السجن؟ خرج هو كمان ولا ايه؟ كلنا خرجنا الحمد لله. هو بس الأستاذ صالح روح على البيت يغير هدومه وجاي على طول. الله، وبعدين هو انا يعني مش مال عينيكم ولا ايه؟ لا ازاي، ما اقدرش اقول كده. هو الأستاذ صالح المرشدي اصلا فهمني قبل كده وجهة نظركم في النقطة دي تحديدا، ان كلكم شخص واحد وكلكم بتنوبوا عن بعض، مش كده برضه ولا انا غلطان يا استاذ كامل؟ لا غلطان ازاي بس؟ ده انت بتقول كلام مظبوط قوي. كان معاه حق استاذنا صالح يوصينا عليك انت بالذات لما عرف اني جاي على الميدان. بس انت شكلك جيت من السجن على الميدان على طول، صح تخميني؟ من فرحتي ما قدرتش اروح البيت، ما قدرتش والله. جيت من السجن على الميدان هنا على طول. انت مش متصور يا دكتور باهر اللحظة دي استنيناها قد ايه. بس يعني دي مش هدوم السجن يعني يا استاذ كامل، لحقت تغير هدومك فين وامتى وازاي؟ ربنا بقى لما يريد يسهلها يا دكتور باهر. ونعم بالله ونعم بالله. انتوا خرجتوا من السجن ازاي؟ الله، ايه يا دكتور باهر؟ ايه الاسئله دي كلها؟ ايه يا استاذ كامل ايه بس؟ انت هتزعل مني؟ ده كان مجرد سؤال. لا 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 لا، انت حبيبنا يا دكتور، حبيبنا والله. وبعدين يعني انا هقول لك ايه اللي طلعنا من السجن؟ ناس ولاد حلال. بس يطلعوا مين يعني ولاد الحلال دول بالظبط؟ يعني اللي جاهزين بالآلي واللودر وتليفونات السرايا. عرب من اهل المنطقه حوالين السجن لما الداخليه انسحبت جم يطلعوا قرايبهم فطلعنا معاهم. ده انتوا حظكم في رجليكم. الحمد لله. الحمد لله يا استاذ كامل. ثوره اشتعلت ومش هتطفي غير برحيل النظام الفاسد ويفك اسر البلد وترجع لاهلها وتبقى البلد بلدنا. البدايه اهي. الميدان اول مكان يتحرك. الميدان بقى بتاعنا. بتاعنا كلنا طبعا. كلنا ايد واحده يا استاذ كامل، ولا انت شايف ايه؟ طبعا، وهي دي فيها شك. ايد واحده يا جماعه. ايد واحده. سمعتوا منصة الميدان اعلنت ايه من شويه؟ لا ما خدناش بالنا خالص يا ربيع. في خبر عادي في التلفزيون انه هيطلع يوجه خطاب الليله للشعب. لقد طلبت من الحكومه التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. ولا 100 خطاب يجيب نتيجة. خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حتى بعد تغيير الحكومه يا استاذ كامل، حتى بعد ما تقصد ايه يا ربيع؟ وضح كلامك لو سمحت علشان ما افهمش غلط. يا جماعه احنا كان اقصى امانينا اقاله وزير الداخليه، ده اقال الحكومه وقال مش هيترشح تاني.
وقال ان ابني مش هيترشح للرئاسه. في ايه بقى؟ وانت مصدق الكلام ده يعني؟ قول لي انك مصدق الكلام ده. لو كانت الحاجات دي اتعملت يوم 25 كان ممكن، لو يوم 28 الصبح كان برضه ممكن، انما الموضوع ما بقاش مطالب سياسيه دلوقتي يا ربيع. ده بقى دم، مين يملك انه يسامح في الدم؟ الناس اللي استشهدت دي حقها عند مين لو النظام ده ما سقطش؟ القصاص للشهداء دلوقتي بقى اول مطلب من مطالبنا، القصاص من اللي في الحكم. يبقى ازاي يستمروا في الحكم؟ الدم اسقط الشرعيه، قضي الامر. المطالب واضحه يا ربيع وما فيهاش فصال ولا نقاش. الشعب يريد اسقاط النظام. اسقاط النظام. انا ملاحظ كده انكم اتفقتوا، ولا هو بيتهيألي ولا ايه؟ كل اللي بيحبوا البلد دي من قلبهم لو ما اتفقوش في اللحظات الحاسمه دي هيتفقوا امتى؟ كلنا ايد واحده لغايه لما يسقط النظام. لازم يسقط، كلنا ايد واحده، كلنا ايد واحده، لازم يسقط. ايه ده؟ شايف مين اللي بتنكر بيها باهر؟ اهي في الناحيه الثانيه من الميدان. لا مش واخد بالي يا ربيع، معلش العتب عن النظر. دي شيماء. صح شيماء، تصدق ما عرفتهاش. شيماء مين يا ربيع؟ انت هتحور عليا يا اخي زميلتنا الثوريه مناضله. وانت شايفني يعني رفيق النضال من سنين وياكم يا ربيع؟ ما اعرفهاش طبعا. ازاي ما تعرفهاش؟ دي طول عمرها كانت مع تمارا، حتى اتقبض عليها في البيت في نفس اليوم اللي اتقبض فيه على تمارا في مقر الحركه في وسط البلد. طب ما هو ما دام شيماء خرجت يبقى تمارا كمان خرجت، ما تعالى نسالها عن تمارا. مستشفى؟ حالتها الصحية سيئة جدا نتيجة الإضراب عن الطعام، لولا كده ما كانوش هيفرجوا عننا. وانتوا ايه اللي حصل لكم بالظبط بعد ما اتقبض عليكم؟ ما اعرفش خدونا يوميها على فين. قعدنا كام يوم مضربين عن الطعام، ورفضنا أنا وتمارا نجاوب عن أي أسئلة يوجهوها لنا. قال له أدبهم طبعا تهديد وتعذيب نفسي رخيص، لكن مفيش حاجة جابت معانا نتيجة. فضلنا مصرين على موقفنا، إضراب عن الطعام ورفض الإجابة على أي أسئلة. واضح إنهم ما كانوش فاضيين لينا، فزهقوا مننا بسرعة ورحلونا لقسم مصر القديمة. ولما القسم اتحرق وتم اقتحامه خرجنا مع اللي خرجوا، لكن الإضراب كان يوم عن الطعام خلى حالة تمارا الصحية تتأثر جدا. فوصلتها للمستشفى وبلغت أهلها، وجيت طبعا على الميدان، وكنت متأكدة إن هلاقيكم هنا. الحمد لله ان انت بخير يا شيماء، الحمد لله. طمني يا دكتور باهر، اللي جاي ايه؟ كل خير طبعا، مش هنسيب الميدان ده غير على جثتنا او النظام يسقط، ملهاش حل تالت. انا سمعت انه هيوجه خطاب تاني الليله. ده بيضيع وقت مش اكتر. هيقول ايه جديد يعني؟ إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. ما ينفعش كده، ما يصحش ده يا ناس. ايه يا شاك تبكي ليه بس يا بنتي؟ ما انت شايف اللي بيحصل في التحرير يا بابا. عملوا ايه بقى يعني اول ما شافوا الخطاب انتهى؟ شايف استقبلوا خطابه ازاي؟ دول قلعوا اللي في رجليهم ورفعوه في وش الشاشات اللي ماليه الميدان. ده منتهى الجحود. طب يعتبروه ابوهم مهما الراجل ده عمل. ما يصحش برضه تكون هي دي نهايته. دول بيقول لهم عاوز اموت على ارضها، يقوموا بدل ما يخلوه يكمل مدته الشرعيه وبعدها يجيبوا اللي هم عايزينه برضه يقولوا له ارحل. طب يرحل يروح فين؟ دي بلده، الراجل ده هو اللي بنى البلد دي. هما نسيوا كان مستلمها ازاي ولا شكلها كان عامل ايه؟ نسيوا عمل ايه وانجازاته ايه؟ نسيوا؟ ولا دول مغيبين ولا ضاربين ترامادول زي ما بيقولوا عليهم؟ ما ترد عليا يا بابا، انت اكتر واحد كنت قريب من الراجل ده وعارف هو قدم ايه وتاريخه ايه.
كل ده يتمسح بأستيكة كده في ثواني؟ اهدي بس يا شهد، اهدي يا بنتي. هو لسه قايل في خطابه: التاريخ سيحكم بما لنا وما علينا. ده التاريخ، والتاريخ زي ما بيقولوا لا يكتبه إلا المنتصرون. تاريخ الراجل ده واللي عمله في البلد مليان بالكتير بالكتير قوي، وانت بنفسك كنت شريكه في ده. لو النظام سقط فعلا نتيجة الثورة دي محدش هيفتكر اللي بتقوليه ده يا شاب. امال هيفتكروا ايه بقى؟ محدش هيفتكر غير ان النظام ده استلم البلد من 30 سنة، والناس كانت بتقف وقتها طوابير على فراخ الجمعية. لكن قبل الثورة بأيام كانت الناس بتقف طوابير على جراكن المية اللي في الوسط ما بين الطابورين. محدش هيفتكره. ليه بقى ان شاء الله؟ اي حد هيبص حواليه هيفتكر البلد دي اتغيرت ازاي في ال30 سنة دول. احنا في ثورة، يعني ظرف استثنائي. محدش هيعد كام طريق او كام نفق او كام كوبري او كام فدان اتزرع او كام شبكة صرف صحي اتعملت في الريف او كام ماسورة مية اتمدت في الصحراء. الزيادة السكانية والثقافة الاستهلاكية بلعت كل ده في كرشها. محدش عمره هيفتكر هو عمل ايه. هي الناس ذاكرتها بقت ضعيفة للدرجة دي؟ آفة حارتنا النسيان زي ما بيقول نجيب محفوظ في ولاد حارتنا. النظام كان بيراهن على ده دايما، ان الناس بتنسى بسرعة، بتنسى الوعود والتصريحات والأخطاء، بس ما عملش حسابه انها برضه بتنسى الانجازات. عجلة الزمن كانت اسرع من عجلة التغيير، وبطء النظام هو اللي عجل بالنهاية. بس انا متأكدة بقى انها مش النهاية يا بابا. الخطاب ده كان الكلام فيه من القلب، واكيد هيوصل للقلب. وبكرة الصبح لو العيال اللي في التحرير دول ما مشيوش، الشعب هو اللي هيطلع عليهم ويمشيهم. هو انا يعني مش سياسية ولا بفهم ربع حضرتك في السياسة وبحكم عواطفي في كل الامور، بس عارفة ان الشعب المصري شعب عاطفي برضه، وهو كمان هيحكم عواطفه زي ما انا عملت. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال. تفتكر يوليو واغسطس السنة دي فيه